وهقول عنك مواويل وهقول عنك حكايات. ازاي يا حبيبتي رغم البعد مفيش بينا مسافات، قلنا نتفارق يوم وبعدنا كده كام يوم، وبرغم البعد ساعات برجع وبحن في يوم. وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وانا لو على قلبي فحن عشانك فجأة ومات، وانا مهما يقولوا بشوفك غير كل اللي اتقال. تسحرني عيونك لو قابلوني واقول يا سلام، كان فين من بدري وجودك جنبي يا احلى ملاك. وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وادي حالي معاك بسهر ليكي اوقات، وترد نجوم الليل تبعتلك السلامات. وادي حالي معاك بسهر ليكي اوقات، وترد نجوم الليل تبعتلك السلامات. وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت عليكي. بابا باسم بسرعة على المستشفى مستني. وفي النهاية دي بقت حالة الأبطال، لأن كل بطل لازم يجي عليه وقت يضعف. مفيش بطل هيفضل بطل طول حياته، أهم حاجة إن البطل اللي بجد ما بيستسلمش. سوزي انتي كويسة؟ أيوة كويسة الحمد لله. طب بتعيطي لي بس يا حبيبتي؟ جمانة صعبانة عليا، كلهم صعبانين عليا وغير كده. في ايه؟ بطني وجعاني. اكلم لك الدكتور؟ طب تحبي تروحي تكشفي؟ لا. امال في ايه يا سوزي؟ البتاع ده ضيق وبطني وجعتني. لا والله حرام عليك يا شيخة. طب نضحك ازاي بس؟ نضحك ازاي؟ هو انتي باردة؟ لا بس بجد بطني وجعتني، البنت بتفطس في بطني. باسم يا بابا، باسم قوي يا حبيبتي وهيقدر. باسم اتضرب قدامي وانا ما قدرتش اعمل له حاجه، اتضرب قدامي وقتل قدامي. سلمى انت كويسه؟ اذوكي في حاجه؟ لا محدش قدر يأذيني، محدش قدر يجي جنبي اصلا. طب الحمد لله. طب بتعيطي ليه؟ يعني انت مش شايف كل اللي بيحصل لنا وكل ده مش عايزني اعيط؟ بابا يا ماما، بابا مات. ما تقوليش كده، انا مش زعلانه عليه قد ما زعلانه على ان نهايته كانت وحشه. انتوا زعلانين عليه، احنا ما شفناش منه حاجه حلوه، ما شفناش منه حاجه واحده حلوه بس عشان تزعلوا عليه. زعلانين عليه ليه؟ طول ما هو كان عايش كان هيأذيكوا اكتر. في الاول وفي الاخر لولا ما كنتش هاجي الدنيا. مات على ايد اكتر شخص انا بحبه في حياتي، هما الاتنين في نفس اليوم. ما تقوليش كده يا حبيبتي، ان شاء الله بس ما هيطلع عايش. هيفرق ايه حتى لو هو عايش؟ هو اللي قتل بابا، هو اللي قتله. دايما ما كنتش اتخيل ان باسم يطلع مهاجم بالطريقه دي. انا عارفه ان هو زمان كان مجرم وقتل قتله، بس دلوقتي لا، ما كنتش اتخيل ان دلوقتي يعمل كده. البقاء لله. محمد الحديدي مات، لكن باسم المنشاوي الحمد لله الرصاصه كانت في دراعه فما اثرتش عليه. قدرنا ان احنا نطلع الرصاصه وهو دلوقتي في اوضه عاديه، وكمان هو صاحي وطالب ان هو يشوف مدام جمانة وصديقه تميم. وبعد كده اهله يقدروا ان هما يدخلوا، غير كده يفضل ان محدش يدخل تاني علشان نفسيته. بالنسبة لمحمد الحديدي فلازم حد يجي يشوف اجراءات الدفن. بابا مات؟ اكيد لا، صح؟ هو
هو مش هيسيبني صح؟ يا جمانة هو ما عملناش حاجة حلوة عشان تزعلي عليه. الحمد لله ربنا خلصنا من شره. مدام جمانة، زي ما قلت لك أستاذ باسم طلب إن هو يشوفك. حاضر. جمانة، انت رجعتي امتى وازاي؟ كل ده مش مهم دلوقتي، المهم ان انت كويس. ايوه، انت كويسة؟ حد اذاكي؟ لا. طب ومحمد مات؟ انت يا جمانة مات؟ ايوه مات على ايدك يا باسم، انت اللي قتلته. ليه عملت كده؟ حرام عليك ليه؟ عشانك يا جمانة، عملت كده عشانك انت. عشاني؟ عايز تفرحني تقوم تقتله؟ ليه؟ انا اسف يا جمانة، بس لو هو كان لسه عايش فانت كنت هتعيشي في اذى طول حياتك بسببه. انا كنت بحاول اريحك، عارف ان انت مش هتستريحي ابدا، وانت باباكي مش هيبقى عايش. هتعيشي حياتك كلها في جحيم، وكده هتعيشي حياتك كلها في جحيم برضه. بس الفرق ان لو باباكي مات مع الوقت هتنسي. طول ما هو عايش هيفضل يسبب لك في اذى مش هتلحقي انك تتعافي منه حتى. عملت كده لمصلحتك، عارف ان الاتنين هيأذوكي، بس في فرق. الاتنين هيأذوكي لمدة قد ايه؟ ده اذى مؤقت، ده دايم. قلت لك هنتقم لكل حد نزل دمعة واحدة بس من عينك، ونفذت. شكرا يا باسم، انا اسفة، بس طبيعي هكون متأثرة بموت بابا، خصوصا ان انا دلوقتي هكون يتيمة الاب، مع ان وجوده زي عدم. اسف والله يا جماعة، قطعت لحظاتكم الرومانسية، بس معلش يعني في حاجة مهمة دلوقتي نتكلم فيها. ايه هي؟ الاخ اللي قدامنا ده، انت ليه كنت عايز تصفرني السين يلا؟ ها؟ صح، هو انت رجعت ازاي؟ اقول لكم انا رجعت ازاي بقى، عشان ما تفضلوش قاعدين كده زي اللطش في الزفة. باختصار شديد، انا ما سافرتش الصين ولا حاجة، كل ده بس علشان اقدر اساعد باسم من ورا الستارة. طب اشمعنى من ورا الستارة؟ ما تقف قدام الستارة يا ابني، وانت هتستخبى من حد؟ علشان محمد ما يأذيش حد تاني، كفاية قوي اللي هو أذى زمان. نهايته كانت وحشة قوي. يلا اهو يستاهل. عايزة اشوفه يا تميم. تشوف مين؟ الحديدي. هتعمل ايه؟ هتقتله اكتر ما هو ميت؟ عاوز اشوفه يا تميم. طيب يلا عشان تشوفه. مش عاوزة تشوفيه يا جمانة؟ لا. طب يلا عشان تشوفيه بس. قلت لك وقتك بيخلص، ما صدقتش. صدقت دلوقتي بقى يا حديدي؟ ادي وقتك خلص فعلا، واديك ودعت ورحت عند اللي خلقك. من الصبح عمال اقول لك وقتك بيخلص وقتك بيخلص، ده انا حتى امبارح يا اخي قلت لك وقتك بيخلص، بس انت اللي نشفت دماغك. قلت لك كل حاجه ماشيه بقانون، كنت عارف كويس ان حمزه شغال معاك، جبته وقلت له ان انا هروح المطعم النهارده علشان يجي يبلغك وتيجي انت وتخطفه، او امثل ان انت خطفتني، لان في الحقيقه تأثير المخدر بتاعك ده كان ضعيف جدا. بس مت ومحدش يعرف سرك ان انت زمان كنت شغال في المافيا، وان انت كنت قتال قتلة زي بالظبط. ما كنتش عاوز تجوز لي بنتك؟ لا لا لا، مش عشان انا زمان كنت شخص وحش، لا، عشان يوم ما تنتقم مني كنت هتقتلني، ومش عايز بنتك يكون اسمها أرملة، أو بمعنى أصح يكون جوزها ميت. ما تقلقش، أنا مش زيك، سهرك
هيفضل ساي. كان نفسي اقول لك ربنا يرحمك، بس انت ما كنتش تعرف ربنا اصلا. صدقني ما تشرفتش نهائي ان في يوم من الايام عرفتك. يلا يا جماعة بقى بالمناسبة دي ناخد سوها كده. بس قبل ما ناخد سوها يعني كنت مجهز مفاجأة لحازم. انا؟ ايوه انت. هو في حد اسمه حازم غيرك هنا؟ لا. طيب يبقى نبطل غباء بقى. الله يلا. ماما انت فوتي من الغيبوبة امتى؟ فقت منها اول امبارح، فقت منها من اسبوع، وقلت لازم اجيلك. وطبعا الشكر كله لتميم، هو اللي ساعدني اجي. انتي مسامحاني صح؟ مسامحاك يا حازم، مش هعاتبك على الماضي. يعني كان لازم يا تميم؟ ايوه طبعا كان لازم. الراجل تعب معانا جدا وتعبنا جدا برضه. بطل غيها بقى، مش عشان كان ما تقولهاش اصلا، ما تقولهاش. يو الناس كلها عارفه، قلت لك ما تقولهاش. الناس كلها عارفه ان هو كان بيحب جمانة زمان ومازال. ايه ده بجد مازال؟ واضح جدا في عينه يا ابني. بطل غباء شويه بقى. بقولكوا يا جماعه شويه حزن ومش عارف ايه والجو ده، حاولت في نص المكان. ايه ده؟ ايوه انتوا مش انا في اخر التامن ولا ايه؟ يعني في لحظه كده تلاقيني ولدت. ما تنسوش بقى يا جماعه تجهزوا لنفسكم علشان الفرحه الجايه علينا احنا، مش انتوا بس، احنا كمان. نسيتونا ولا ايه؟ جيش السناجل اللي هنا بيبكي في الزاويه، اتفقوا بشده بجد. الفرحه الجايه دي لو كملت ولا حد هيعرف ان انا هبت بالطريقه الذكيه دي. خليهم فاكرين ان توأمي هو المسجون.